عمرك وقفت كده مع نفسك وسألت سؤال بسيط بس عميق؟ ليه بتعمل حاجات معينة من غير ما تكون واخد بالك؟ ليه بتكرر نفس التصرف كل يوم كأنك مبرمج؟ وليه أول ما بتفتح عينك من النوم إيدك بتتحرك تلقائيا ناحية الموبايل؟ ساعات كتير بتلاقي نفسك في آخر اليوم عامل نفس الحاجات اللي عملتها امبارح. ليه بتفتح التلاجة أكتر من مرة في اليوم مع انك مش جعان ولا حتى عارف انت داخل ليه؟ هو احساس بالملل ولا مجرد عادة؟ وهنا هنرجع لسؤالنا، ليه كل ده بيحصل؟ الحقيقة ان في قوة خفية بتحكم اليوم بتاعك، قوة اسمها قوة العادات. اللي بتفتكره تصرف عادي هو في الحقيقة عادة بتتكرر من غير ما تاخد بالك. كل التصرفات اللي بنتكلم عنها دي وراهم سر واحد بسيط، ان العادة مش قرار، العادة سلوك بيتكرر تلقائي من غير ما تحس. انت فاكر انك بتختار تعمل الحاجات دي، الحقيقة انت معظم الوقت انت بس بتنفذ لانك عقلك خلاص اتعود، وده لان العادات في الاصل هي سلوك بيتكرر تلقائيا. بس يا ترى ايه اللي بيخلي العادة تتكون اصلا؟ يعني ازاي سلوك بسيط بيتكرر تلقائي؟ السر في دايرة بتبدأ بثلاث خطوات بسيطة. العادة مش بتظهر فجأة، هي بتمشي في دايرة من ثلاث مراحل: المثير والسلوك والمكافأة. أول حاجة بتحصل هي المثير، يعني حاجة بتحفزك تبدأ، ممكن يكون مكان، وقت أو شخص أو حتى إحساس زي التوتر. بعد كده بيجي السلوك اللي هو الفعل اللي بتعمله بشكل تلقائي، زي إنك تمسك الموبايل أو تروح تعمل كوباية شاي. أو في الآخر المكافأة، الإحساس اللي دماغك بيحبه زي الراحة والمتعة أو الهروب من الملل. وكل مرة بتعدي فيها في الدايرة دي العادة بتترسخ جواك أكتر، وده بالظبط اللي بنسميه حلقة العادة، واللي هتفهمها أكتر دلوقتي. تعال نشوف مع بعض ازاي الحلقة دي بتشتغل على أرض الواقع. ودلوقتي هندي مثال بسيط بيوضح لك ازاي العادة بتتكون خطوة بخطوة. أول خطوة في الحلقة اللي بنسميها المثير، إنك مثلا لو راجع من الشغل وتعبان، التعب ده هو الإشارة اللي بتشغل دماغك، بتخليك تبدأ تفكر في السلوك اللي جاي. مثلا إنك تقوم تعمل شاي، ده السلوك اللي بتعمله بشكل تلقائي من غير ما تاخد بالك. ده تصرف متكرر دماغك تبقى معتادة عليه، بيشتغل كأنه على نظام اوتوماتيكي. هتحس براحة نفسية بعد ما تعمل الشاي، دي المكافأة اللي دماغك بيحبها، وهو السبب اللي بيخلي العادة دي تستمر. المكافأة دي بتديك احساس بالرضا والراحة، ولما الدماغ يربط بين السلوك والمكافأة دي بتبدأ الحالة دي تتكرر اكتر واكتر لحد ما السلوك يبقى تلقائي وصعب تغيره الا لما نكسر الدايرة دي. كل مرة بتكرر فيها العادة دي دماغك بيقوي العلاقة بين السلوك والمكافأة، وبمرور الوقت السلوك ده بيبقى جزء من روتينك اليومي، حاجة بتعملها من غير ما تفكر فيها ولا تحس بيها. وده بيخلي التغيير في العادات صعب جدا لأن الدماغ بيكون اتعود على الدايرة دي. علشان كده لو عايز تغير عادة معينة لازم تكسر الدايرة دي تماما وتدخل عادات جديدة تحل محلها. شكرا على متابعتكم لحد هنا. احنا دلوقتي في نص الرحلة مع كتاب قوة العادات، وبنحاول نقدم الأفكار بشكل بسيط وسلس. لو حسيت ان الطريقة دي عجبتكم واستفدتوا منها ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. طب ازاي نغير العادة؟ كتير من الناس اول ما يحاولوا يغيروا عادة بيبقوا فاكرين ان الحل هو انهم يقطعوها من حياتهم تماما، يمسحوها كده مرة واحدة ويبدأوا من الصفر. بس الحقيقة الطريقة دي نادرا ما بتنجح، لان العادات مش حاجة بنشيلها ونرميها. السر الحقيقي مش انك تحذف العادة، لكن انك تعيد برمجتها. يعني مثلا بدل ما تفتح فيسبوك كل ما تحس بالزهق، جرب تاكل فاكهة او تطلع تتمشى. لازم تعرف ان اللي بيشكل حياتك مش القرارات الكبيرة اللي بتاخدها مرة كل فترة، لكن العادات الصغيرة اللي بتعملها كل يوم من غير ما تحس. النجاح والتغيير وحتى الفشل بيبدأوا من حاجات بسيطة بتتكرر. علشان كده ابدأ بعادة واحدة صغيرة وخلي دايرة العادة تشتغل لصالحك مش ضدك. مع الوقت هتلاقي التغيير الحقيقي بيحصل من غير ما تحس. غير عادتك تتغير حياتك. لكن اوقات كتير بنلوم نفسنا عن العادات اللي مش قادرين نكسرها، لكن الحقيقة مش دايما العيب فينا. كتير من العادات السيئة بتبدأ أو بتكمل بسبب البيئة اللي حواليك. لو بتضيع وقت على الموبايل شوف مكان قعدتك، يمكن هو نفسه بيشجع على الكسل. الحل غير مكانك أو نظمه، أو على الأقل شيل الحاجات اللي بتسهل العادة السيئة. قرب من ناس بتشجعك تمشي في الطريق الصح، علشان البيئة أوقات بتكون أقوى من الإرادة. الأهم إنك ما تستقلش بأي عادة بسيطة، لأن التغيير الحقيقي مش بيجي فجأة، لكن بيبدأ بخطوة صغيرة جدا وبتتكرر كل يوم. ابدأ بعادة واحدة صغيرة: صفحة في كتاب، مشي 5 دقايق، تفكير هادي قبل النوم. ومع الاستمرار العادة دي هتشتغل لصالحك. هتلاقي نفسك بتتغير تدريجيا من غير ما تضغط على نفسك ولا تحس بالإجهاد.
السر مش في الكمية، السر في الاستمرارية. أصدقائي، شكرا لمتابعتكم لينا النهاردة، وحبينا نشارككم فكرة كتاب قوة العادات بطريقة خفيفة وسلسة. لو الفكرة عجبتكم واستفدتم حتى لو بحاجة بسيطة، ياريت تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة علشان تتابعوا باقي ملخصاتنا. وما تنسوش، التغيير الحقيقي بيبدأ بعادة بسيطة. شكرا لمتابعتكم معانا، ونتمنى نكون عند حسن ظنكم دايما.